خير بدايه، احسن بدايه. الله يخليكم وتهنى جون، الله يخليكم وتهنى جون. مين ده؟ بركات باين ولا مين؟ بركات. يلا بركات، يلا يا باراكوتا. بركات ومواجهة فاروق بن مصطفى وضربة جزاء أهلاوية في الدقيقة الثانية من أحداث الشوط الثاني، الدقيقة 47 من اللقاء، وضربة جزاء أهلاوية ومحمد بركات. بركات فتى الأهلي الجميل، بركات وأخيرا هدف، وأخيرا هدف. الأهلي يسجل، الأهلي يتقدم بعد 5 ضربات جزاء ضائعة للأهلي هذا الموسم. محمد بركات ينجح في تتويج مجهوده في الشوط الاول واحراز الهدف الاول للنادي الاهلي، هدفه 18 مع النادي الاهلي في المسابقات الافريقيه. محمد بركات الدقيقه الثانيه من احداث الشوط الثاني ينجح محمد المره دي ترجمها محمد بركات. حسام البدري القلق موجود عليه، الاهلي لم يكن له حظ على الاطلاق مع ركلات الترجيح هذا الموسم. حتى المباراه الأخيرة أمام توسكر الكيني أضاع دومينيك، ومن قبله السعيد، ومن قبله أبو تريكة. السعيد ولا عيب ولا حرام، دي أدوار مكتوبة وأدوار مترتبة. توصل تاني بركات اللي كان مكمل في الركنية، بركات بيدور والعرضية والرأسية والجول التاني، الجول التاني، الجول التاني. متعب بوز دبلتك، بوز دبلتك، روح لحبيبتك. يا حلوة قوي يا بركات، حلوة قوي يا بركات، راح لحبيبته معشوقته. الكورة مش قصدي حاجة تانية، ما تفهمونيش غلط. على طول بركات حطها له على القائم البعيد، كان قاطع وشايف وعارف وحافظ. كرة واحدة من هجمة واحدة اتعملت حلوة قوي 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 قوي. قطع ايه، اتحرك تحرك نموذجي، نموذجي لراس الحربة. لكن ايه يا عم ده، يا بخت اللي عنده بركات، يا فرحته، يا هناه، يا سعد اللي عنده محمد بركات. بركات حلوة قوي قوي قوي. هدف جديد لمتعب، الهدف الرابع لمتعب في البطولة، عشان يبقى هو هداف الاهلي بجدارة في هذه البطولة. اتصعبت المهمة اكتر على 60 من اللقاء، 20 من الشوط الثاني، واللي نزل نور حضرية في مواجهة اكرامية. كريم يا رب اكرامي في مواجهة نور حضرية، وضربة جزاء هدية ونور حضرية. يا ابن اللعيبة، يا ابن اللعيبة، حطها في المقص اليمين. ولا اكرامي ولا ابوه، تقول لي ابوه كان حارس عظيم، ولا اكرامي ولا ابوه يقدروا يعملوا لها حاجه. لكن نور حضريه عاد اللقاء الى نقطه السخونه من جديد، حطها في المقص صعبه قوي. راح شريف وحط ايديه العكسيه وايديه اليمين، ولو عنده ايد ثالثه ولا يقدر يعمل لها حاجه. حطها حلو قوي، حطها حلو صحيح، يعني صعبه جدا. تبقى النتيجه 2 الاهلي 1. البنزرتي طبعا عاد من جديد للقاء في الدقيقه 65.